تعليمة جديدة قديمة لوزارة التجارة من أجل تسقيف الأسعار، أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك على غرار مادة البطاطا التي طلب من التجار والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في تجارة الخضر والفواكه أنهم ملزمون ببيعها بسعر لا يتجاوز 100 دينار. نفس الشيء بالنسبة إلى فاكهة الموز التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الفترة الماضية. التعليمة تقول يجب أن لا يرتفع ثمنها عن 400 دينار، أما التفاح فبين 350 حتى 450 دينار للكيلوغرام. وأكدت المديرية على أن مديرية التجارة على أن نشاط المقاهي يخضع بدوره للتسقيف، حيث لا يجب أن يتجاوز سعر بيع كوب القهوة 30 دينار. فكما قلت هذه التعليمة ليست جديدة، ودائما السؤال ما محل هذه التعليمات من الواقع، وهل يمكن تنفيذها بشكل سلس أم أنها ستشهد مقاومة كتعليمات سابقة تم إصدارها في السنوات الماضية. للتعليق على الخبر معي الأستاذ فادي تميم عبر الهاتف، وهو المنسق الوطني بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. سيد فادي تميم، مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور، أهلا وسهلا. طيب، ما رأيك في التعليمة سيد فادي تميم؟ يعني التعليمة هي الآن هي حل نهائي لما شاهدناه خلال السنوات الأخيرة من حروب كر وفر بين السلطات العمومية وبين مجموع المتدخلين في السلاسل التجارية لهذه المواد. الموز الجميع يعلم أنه في جميع دول العالم أسعار الموز ثابتة طوال السنة ما عدا إذا حدث تغير في السوق العالمي، لكن في الجزائر سعر الموز مثل مؤشر نبض إنسان مريض بالقلب، اليوم سعر، غدا سعر، الأسبوع الجاي سعر، كل مرة سعر. نحن نتساءل كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، ما المتغير في المدخلات ما دام أسعار النقل ثابتة وأسعار هذه الفاكهة عالميا ثابتة؟ لماذا تتغير بين ليلة وضحاها في الجزائر؟ ومن يتحكم في أسعارها؟ ما يقال على الموز يقال أيضا على التفاح اللي هو منتوج وطني. مؤخرا السيد وزير التجارة تدخل في الموضوع وقال أنه من غير المعقول أنه أسعار الموز تخرج من عند الفلاح 250 260 دينار في 100 دينار يا سيدي، لكنها تصل إلى المستهلك 700. شفنا أنه خلال فترة معينة رجعت الأسعار عادية وتفائل المستهلك، لكن ما إن انشغلت وزارة التجارة بالتحضير لشهر رمضان ودخول شهر رمضان شفنا أسعار التفاح المحلي وصلت ل 900 دينار. أيضا بالنسبة لأسعار البطاطا الحمد لله الفيديو المتداول مؤخرا يكشف بشاعة عمليات المضاربة والسمسرة في جميع المواد، وهذه المرة أعطونا الدليل بالصوت والصورة أنه هناك تآمر من مجموعات مستفيدين. نختم لك بمادة القهوة اللي شفنا أنه أصحاب المقاهي أقاموا الأرض ولم يقعدوها يوم ارتفع أسعار البن وصلت إلى 1800 و900، وبرروا أنه سبب رفع السعر إلى 50-60 دينار هو ارتفاع أسعار البن، لكن لما رجعت أسعار البن ل 1000 دينار و1200 دينار كأنه لم يحدث حادث وبقيت الأسعار. لذلك الآن تدخل السلطات العمومية هو تدخل مخول لها قانونا بمقتضى قانون المنافسة. المادة الخامسة تقول أن السلطات العمومية لها الحق في تسقيف هوامش الربح وأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات لأسباب هي التالية. السبب هي الحفاظ على القدرة الشرائية، إذا كثرت عمليات المضاربة، إذا ارتأت السلطات العمومية أنه توفر استقرارا للسوق. للأسف ولكن في النهاية تعرف بأن هذه الأمور لا تضبط